قناة ديسكفري بتنزل مقاطع فيديو عظيمة جدا لدكتور زاهي حواس، وبتتكلم على إنجاز بتعتبره هو تاني أهم إنجاز بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. واحنا كلنا عارفين انه كتير من القنوات الأجنبية مهتمية جدا بكل التفاصيل والاكتشافات الأثرية. هنشوف البرومو هنعرضه لأنه هو ده عنوان الكلام اللي هيقوله لنا دكتور زاهي دلوقتي. It's the most astonishing find of the 21st century. I could not believe. When I saw the city, I could not believe. A lost city from Egypt's golden age. I was blown away. Is this where the greatest artists of the ancient world made the most famous artifacts in history? Once you see it, it blows your mind. Could these strange, cramped rooms hold the secret to King Tut's final days? And what made a mighty pharaoh force an entire city to flee? He packed up lock, stock, and barrel and left. Can we solve the mysteries of Tut's lost city? This city will change history. Golden Lost City، المدينة الذهبية المفقودة. أنا نفسي على فكرة وفي ناس كتير جدا بتكلمين معايا، لكن أنا بعرض عليك أهو تيجي معايا الأقصر وتعملي حلقة من الأقصر من جوه المدينة الذهبية فورا فورا. ده أنا ممكن أخرج دلوقتي وأجي معاك ده فورا، ونجيب الشباب دول كلهم معانا. ده حاجة عظيمة. المدينة المفقودة، المدينة الذهبية المفقودة، ايه دي يا دكتور زاهي؟ شوفي، انا من ضمن حاجاتي، انا زي ما قلت لك ان انا اهتميت بقى بتوت عنخ آمون. بدات اول بعثه مصريه بتعمل في وادي الملوك من 2007 حتى الان، لان انا لما مسكت الاثار في 2002 قلت حاجتين: لابد ان احنا نبقى علماء في اثارنا قبل ما يكون الاجانب علماء فينا، ونمرة 2 لابد أن نرمم البشر قبل أن نرمم الحجر. بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. والحقيقة ده كان سبب مباشر في، لو أنا نجحت هم اللي نجحوني. كل الشباب ال500 اللي أنا علمتهم، أنا كنت زمان وأنا صغير يعني في الآثار، ما عشقت الآثار، كنت أقول لزمايلي أنا هبقى رئيس هيئة الآثار، فكانوا يضحكوا، قلت والله يا أولادي الذين هبقى رئيسكم. فكنت بعمل ايه؟ اودي شباب بره يتعلم في الاول وانا في الهرم عشان يرجعوا يشتغلوا معايا. بعثات. طلعت 5. ال5 بقوا على مستوى عالي دلوقتي، عظيم، عالي من التعليم والشغل. الحقيقه حفرنا في وادي الملوك، طلعنا جنب. كنتوا بتدوروا على ايه؟ انا داخل في الاول بدور على مقبره الملكه نفرتيتي. وعلى فكره احنا دلوقتي مع الدكتور يحيى جاد عندنا مشروع انا بقول لك عليه اكسكلوسيف اهو، ان يا في يناير لا في فبراير هنعلن باذن الله نتائج عن كشف مومياء الملكه نفرتيتي وبنتها عنخ آمون. المهم بقى انا عايز ادور على معبد الجنائزي للملك توت عنخ آمون. طب المعبد ده فين؟ ففي قطع اثريه في، هو لازم جنب المقبره يبقى فيه معبد؟ كل مقبره بعديها بشويه في الوادي يبقى في معبد جنائزي. فطلع جميع ملوك الاسره 18 معابدهم ورا بعض. طب فين توت عنخ آمون؟ ده حكم 10 سنين، وبعدين ادور الاقي اللي حكم 2 سنين ليه معبد باسمه، وحور محب اللي بعديه معبد تاني، مش ممكن. المهم لقيت فيه نص موجود في المقبره بيتقال فيه ان معبد توت عنخ آمون موجود في المنطقه المقدسه لآمون، والمنطقه المقدسه لآمون اللي هي مدينه هابو. فرحت حفرت اللي حفر واحد امريكاني وقال هنا معبد طلع لا معبد ولا حور محب، ان المعبد ده اللي عمله توت عنخ آمون وخدوا وحور محب. استولوا عليه بعد ما حفرنا وخلاص ماشي بقى. فقلت لعفيفي المساعد بتاعي، عفيفي رحيم بيشتغل معايا في البعثه، وطبعا ده 1 من 10 يعني. عندي بنت اسمها اسماء، لما تيجي تعملي معاها حديث ده تعملي معاها برنامج، دي بتفسر لك الفخار كانها بتفسر قدامها كتاب واضح. يعني عندي مجموعه من الشباب انت ما تسجلي معاها تفخري بيهم، واحنا كلنا فخورين بيهم جدا. قلنا نعمل سونداج، يعني نحفر نشوف ايه في الحته اللي جنب المعبد. طلعنا البيت قضنا
لاضخم مدينه عثر عليها حتى الان. بص بقى، اهم كشف في المدينه ده استاذ منى، المدينه اسمها اشراقه اتون، وامنحتب الثالث سمى قصره اشراقه اتون، وسمى نفسه اشراقه اتون. جوه البيوت دي في مناظر لاتون معموله قرص الشمس. المدينه بقى فيها 7 مناطق ديستريكتس، كل منطقه لها طابع خاص. فيها 9 رويال ورك شوبس. يعني ايه معلش، هي دي حجرات ولا بيوت ده ولا ده إيه؟ دي عباره عن اماكن، في مكان للمعيشه بيعيشوا فيه، في اماكن للطبيخ والاكل، في مكان للرويال ورك شوبس. يعني انا بعتقد ان كل اثار توت عنخ امون اغلبها اتعمل في المدينه دي. نمره 2، عندنا الاحذيه، طلعنا كميه من الجلود ضخمه في ورك شوب، في ورشه بتاعه الاحذيه بتعمل الصنادل، والصنادل موجوده في الورشه. طلعنا ورشه للملابس، طلعنا ورشه للعب الاطفال في القصر الملكي، طلعنا ورشه لعمل تماثيل من الجرانيت، ورشه لعمل تماثيل من البازلت. معبد امنحتب الثالث اللي بيشتغل فيه هورك دلوقتي فيه 500 تمثال اتعمل عندي، لان امنحتب الثالث كان عيان في اخر ايامه، وكانت سخمه دي الهه اللي هي الشفاء، فكان بيحط التماثيل عشان ربنا يشفيه. طيب المدينه دي كانت مطموره، كانت مدفونه كلها تحت الارض، فوقها الرمل. تخيلي بقى تفتحي بيت تلاقيه ما اتقفل. يعني زي هقول لك اللي حصل ايه. انا قاعد شغال عامل اهو، فجاء بقى حد من طرف اخناتون، يا رجاله يلا بقى احنا طالعين راح ده اللي عملنا. فكل واحد قفل الورشه بتاعته او قفل بيته الطوب عشان يرجع تاني. يعني حضرتك بتقول ان المدينه دي تم اخلاءها بشكل سريع. اطلع على تل العمارنه. ليه؟ عشان اخناتون ساب الاقصر وراح تل العمارنه. ما هو اخناتون عاش بعد ابوه ما مات في الاقصر، قعد 4 سنين. عامل معبد في الكرنك، الحجاره بتاعته بيسموها التلاتات. المدينه بتاعتي دي في وسطها شارع اللي هو سيربنتاين على التعبان، على شكل التعبان كده ملتوي. الالتواء ده ليه بقى؟ الحته دي يعمل فيها ورشه يطبخ فيها. بصي الحته دي. نمره 2، الالتواء ده لو حصل فيضان الميه تدخل جوه الالتواء، ما توقعش السور. فيها ريزيستنس، فيها مقاومه للميه. المنظر ده اللي قدامك ده موجود على الاحجار بتاعت اخناتون في معبد الكرنك. نمره 2، يعني هم في كل منطقه يبنوا مدينه للناس اللي هتشتغل واللي هتقعد. دي بقى اول مره. ايه قيمه المدينه دي؟ انت عندك معلومات عن المقابر والمعابد والاهرامات، ما عندكيش حاجه عن الناس اللي عملوا هذه الحضاره، المصريين الشباب اللي هم اللي عملوا الحضاره العظيمه دي من الفنانين والعمال، هم دول. فاذا قيمه هذا الكشف، لما انا اروح في سبتمبر اللي فات ايطاليا وعاملين مؤتمر ضخم للسياحه والاثار وبيختاروا هذه المدينه كاهم كشف في العالم في 2021. المهم الحاجه المهمه بقى ان احنا طلعنا في بيسن عباره عن بحيره هنا جنبها، طلعناها وجنبها ورشه عمل الطوب اللبن على الاختام بتاعه توت عنخ امون. بس اهم حاجه معلش، وهم بيختموا الطوب يا دكتور زاهي؟ طبعا الطوب ده كان عليه ختم باسم الملك، عشان ده بيتعمل بيه المنازل والقصور الملكيه فقط. الطوب ده ما يروحش حته تانية غير الملك. وحجم الطوب ده لقيناه في المعابد. عارف زي اي مصنع طوب بيبقى حاطط الختم بتاعه احيانا. المهم الحاجه الجميله بقى ان احنا طلعنا كميه نقوش بتتكلم عن اسم المدينه، بتتكلم عن عام 37 من حكم امنحتب الثالث، واهم حاجه اسم سمنخ كرع بيحتفل بالعيد الاول، العيد الست. شوفي بقى معلش، المدينه اسمها اشراقه اتون. اشراقه ده اتون، دازلينج اتون. والاسم الاعلامي اللي اتحط في ديسكفري هو جولدن سيتي. ليه؟ يعني ده اسم اعلامي اتبنت في الجولدن ايج، في العصر الذهبي لمصر، للجولدن كينج، الملك الذهبي. لا ده اهم عصر. جده هو اهم عصر في الدنيا، امنحتب الثالث. ده كان اسمه باشا الاثار المصريه. الراجل ده كان بيحب مراته، كانت ممشياها على العجين ما الخبطوش. جدع. الملكه تي جدع. اولا هي فرعونيه اصيله. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.